السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود من قناة بلانر ادكت، والنهاردة فيديو جديد وريفيو جديد من ريفيوهات سنة 2023. النهاردة زي ما انتم شايفين هنفتح مع بعض اجندة البوكيت اجندة من سبيس، وهنعرف كل التفاصيل الخاصة بيها ونعرف محتوياتها ايه. الناس اللي اول مرة تشرفني على القناة، اهلا وسهلا بيكم. يا ريت ما تنسوش تدوسوا على زرار الاشتراك، وكمان فعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد انا بنزله. وقولوا لي عايزين تشوفوا فيديوهات ايه الفيديوهات اللي جايه. يلا بينا نشوف الفيديو. في البدايه بس عايزه اوضح معلومه: اللي مستعجل على الاجنده يا ريت يشوفها في اقرب فرع او مكتبه او اي مكان توزيع، لان الشحن بيتاخر جدا. طبعا هي كده كده السنه الجديده لسه ما ابتدتش، بس هم اتاخروا قوي. وزي ما انتم شايفين الاجنده مش في احسن شيب ليها. هي دي الباكج اي نعم، بس برضو من جوه بصوا المنظر، يعني مش عارفه، حسيته كده مش احسن حاجه. كباكجينج يعني حسيتها يعني اتأثرت شويه بالشحن. فانصحكم ان انتوا تجيبوها احسن من مكان، احسن ما تشتروها بالشحن يعني. يلا بينا نشوف محتوياتها ونشوف هي فيها ايه من جوه. طبعا ده اول حاجه كارت الاهداء. انا عاجبني الشكل بتاعها جدا، يعني انا اللي شدني فيها شكلها بصراحه. ومعاها كوستر واحد، وعايزه اقول لكم الكوستر خفيف جدا جدا جدا، يعني استخدموه كجورنالين كارد، ما تستخدموش ككوستر، اصلا هو ما يستحملش يبقى كوستر. ومعاها التودو ليست. التودو ليست بصراحه عجبتني، ورقها حلو كتير وسامبل وما فيهاش اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش اي حاجه خالص، بس ستايلها شكلها حلو يعني. الستيكر بوكلت بتاع سبيس المشهور بيهم، الايموشنز كلها وشويه ايكونز، حاجات زي كده. وفيها طبعا بعض الكوتس والكلمات. ما اعتقدش قوي ان في تغيير جذري فيها، يعني مش حاسه ان في تغيير اللي هو واو في الستيكر. اللي جاب قبل كده اي ستيكرز من سبيس هيبقى عارف الكلام ده. الكلام متغير والكوتس متغيره، بس انا اقصد الفكره نفسها واحده، ما فيهاش اي حاجه. وزي ما انتم شايفين السلك صغير شويتين. نيجي بعد كده للاكتيفيتي بوك. بصراحه ده عجبني قوي، عجبني حجمه ان هو كومباكت كده وصغير. هي احلى حاجه في الاجنده دي كلها انها كل حاجتها كيوت صغيره قوي. دي بالنسبه لي رقم واحد. عاجبني قوي. هو تلوين، وطبعا بالالوان الخشب برضو، مع ان الورق تقيله شويه، بس برضو مش لدرجه ان انتوا تلونوا بحاجه تانية غير الخشب. الرسومات بتاعتها لطيفه ومتنوعه، مش سيم معين، عكس مفكره مثلا كان الكالرينج بوك بتاعها نفس السيم بتاع الاجنده، لكن دي رسومات زي ما احنا شايفين مختلفه. وفي كمان السودوكو، وفي الميز المتاهات، وفي الورد سيرش. انا بصراحه بحب الكتيب ده جدا، وعندي الكبير منه وبقعد اشتغل فيه، يعني من الحاجات اللي انا بحبها. كمان البوك مارك كالعاده قلنا خفيف، وطلع فيه كوستر تاني. هم 2 كوستر، بس زي ما قلت لكم ما تستخدموهمش ككوستر لانهم ورقهم خفيف جدا 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 جدا. وفي طبعا الير بلان هم عاملينها بالعرض، ملونه. ده شكلها اهو زي ما انتم شايفين كده اهي، ومكتوب تحت الاعياد والمناسبات. وبعد كده في الاجنده. هنا هم مثبتين ده في البوكس، يعني مش بيتفك، اوكي، علشان تبقى ده مكانها يعني. بس كده تعالوا بقى نشوف الاجنده. تعالوا نشيل الحاجات اللي جايه معاها ونشوف الاجنده نفسها. هي جايه معاها كمان القلم ده، تمام. تعالوا بقى نشوف هي قد ايه. بصوا هي حجمها قد ايه، حرفيا قد كف الايد، يعني بصوا صغيره جدا، سهل قوي تاخديها في اي مكان، ودي احلى حاجه فيها. عشان كده انا اصلا اخترتها اعمل عنها الريفيو السنه دي، علشان حجمها مختلف حتى وعددها كبير، بس خفيفه لانها صغيره قوي. هي كالرفل قوي من جوه. دي الصفحه بتاعت about me. طبعا الكفر هارد كفر. هنا about me الاسم وتاريخ الميلاد والكلام ده كله. بعد كده هنا الجولز متقسمة بشكل لطيف: الفاميلي، لايف ستايل، فريندز، كارير، هيلث، هوبيز، سيفنج. المساحات معقولة إلى حد ما، مش صغيرة قوي ومش كبيرة قوي، على قد حجم الأجندة يعني، ففي نسبة وتناسب. هنا الفيفوريت سونجز، هنا البيرث داي ويشز، او لا هنا البيرث داي الاعياد ميلاد، لو عندنا حد عايزين نفتكر عيد ميلاده بنكتبهم هنا.
هنا الموفي والمسلسلات، وهنا الاماكن اللي انا عايزه اسافرها والاماكن اللي انا اوريدي روحتها. هنا الريدنج ليست، هنا في عاملين الديلي سيلف لوف، هنا عاملين افكار لازاي نحب نفسنا، حاجات نعملها الصبح، حاجات نعملها الظهر، حاجات نعملها بالليل، وحاجات نعملها اي وقت. زي مثلا في المورنينج في 5 دقايق مديتيشن او تامل، انجوي سام كافيين، نشرب حاجه فيها كافيين، eat healthy breakfast، ناكل اكل صحي، say an affirmation، التوكيدات، نشرب ميه وهكذا. وفي الافترنون نفس الكلام، وفي الايفنينج واني تايم. ايه تاني؟ في هنا الهابت تراكر، معمول على عادة واحدة بس نركز عليها، ومعمول على السنة كلها بحيث ان احنا نبقى شايفين مدى التزامنا في العادة دي طول السنة هي ايه، وعاملين ريت لكل شهر كمان. هنا الورك اوت، مدينك يعني امثلة للورك اوت، كل حركة منهم 40 ثانية 3 مرات. وفي هنا الفود كالوري، يعني مثلا الطماطم ال 100 جرام فيها كام كالوري وهكذا. هنا البوزيتيف سيلف توك، هم مركزين قوي على السيلف لاف والسيلف نوينج او معرفة النفس بشكل اكبر. هنا كل دي بوزيتيف افirmation نقولها لنفسنا، I'm enough، I'm brave، I'm awesome وهكذا. اختاروا الحاجات اللي انتوا عايزينها وقولوها بصوت عالي لنفسكم. هنا الير ان بيكسل، المود بتاعنا خلال السنة. هنا دي جديدة، قول لنفسك انت زي ايه، يعني انا quick as ايه، سريع زي ايه، slow زي ايه، small زي ايه، large زي ايه وهكذا. دي فكرة لطيفة جديدة برضو. هنا 100 حاجة عايزة اعملها في حياتي، وسايبين لكم 100 سطر تكتبوا فيه انتوا عايزين تعملوا فيها ايه، زي باكت ليست كده للحياة بشكل عام. فدي فكرة لطيفة برضو. بعد كده دخل على يناير، مفيش اي حاجة في بداية الشهر، مفيش اي تخطيط، مفيش اي حاجة، هي برضو للتدوين. ومعلمين على الاعياد بشكل يعني مربع، وكاتبين ايه هي الاعياد. بعد كده هنا الشهر بتاعنا، اعتقد ان الاجنده كل فتره لون. تعالوا نشوف مع بعض الموضوع ده. هنا في المود بتاعنا يوميا، ودونت فورجيت في سكان كود هنا، انا مش عارفه ده بتاع ايه برضو. هنا التاريخ عربي وميلادي، وهنا شكل السويتر عشان السين بتاع الشتاء. الاشكال متغيره شويه، مش في كل الصفحات هي. هنا في الجلافز دي او الميتنز دي، هنا في اشكال تانية. وبعد كده اعتقد بترجع تتعاد، بس شكلها كيوت بصراحه ولطيفه. هنا كده كل الورق ده على لون اصفر. تعالوا نشوف الشهر اللي بعده فبراير. السين بتاعه اختلف زي ما انتوا شايفين، والورق لونه اختلف برضو. كده كل شهر لون. ده مارس زي ما احنا شايفين حاجات عن عيد الام. طيب هي حلوة في انها كل شهر ثيم مختلف، كل شهر لون مختلف وديزاين مختلف. في شهر 4 عشان هيبقى فيه رمضان، هو طبعا رمضان من نص 3 او من اخر 3، بس هنا شهر 4 كل الديزاين بتاعه رمضان او اسلامي شوية يعني. بعد كده شهر 5 والصيف، كل ده شهر 5. بعد كده شهر 6 والعيد الكبير. وبعد كده ده شهر 7. في نهاية كل شهر ما اعتقدش ان في اي حاجة، زي في بداية كل شهر ما فيش اي حاجة. بصوا بالشهر بيخلص بنخش على الشهر اللي بعده. هنا في مولد النبي وهكذا. تعالوا نشوف في اخر الاجندة في اي حاجة ولا لأ. نوتس، كذا صفحة للنوتس اهي. ده كده الاجندة، وطبعا مسطرة التسبيس الشهيرة اللي بتبقى في الاخر. ده كده شكل الاجندة وكل المحتويات بتاعتها. هي ما فيهاش محتوى، نقدر نقول هي فاضية ما فيهاش حاجة، بس هي فيها شوية جورنالينج بسيط جدا 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 في الاول، مش للتخطيط قوي. فيها صفحة للاهداف وكل حاجة، بس ما فيهاش حاجة للتخطيط، ما فيهاش حاجة ان انا اعرف اخطط حياتي بشكل احسن. لكن هي
ان احنا نقعد ندردش مع نفسنا، وفيها شويه تركيز على السيلف لاف، وتنفعنا للتدوين. يعني انا دي احبها للتدوين اكتر كمان من مفكره علشان حجمها، وده اللي عجبني فيها. انا بصراحه مش متذكره السعر، بس هكتبه لكم على الشاشه. هو تقريبا 275، تقريبا 275 بالشحن على ما اتذكر، حقيقي مش فاكره. لكن بالنسبه لي ارخص واحلى من مفكره، وحجمها احلى، كتدوين دي تناسبني اكتر. بس ده كده بشكل عام الريفيو بتاع سبيس بكل الحاجات اللي جايه معاها. يعني اتمنى تكون عجبتكم، واكتبوا لي في الكومنت عايزين تشوفوا فيديوهات ايه، الريفيوهات اللي جايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب للقناه. ولو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنت سيكشن تحت وانا هرد عليها، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.